يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ بجد والله العظيم وحشتوني جدا. لو اقول لكم توحشتوني ايه دي مش هتصدقوا، والله بجد فعلا وحشتوني قوي. وحشتني القناه. وحشني كل حاجه حلوه كنت بعملها. وطبعا وجودكم معايا وتعليقاتكم الجميله كانت بترفع من معنوياتي جدا. فانا فعلا بعدت جامد قوي عن القناه فتره كبيره جدا يعني. اخر فيديو على ما اعتقد كنت مصوراه اللي هو فيديو المشتريات، وبعد كده منعت التصوير خالص. كانت خلاص الفرصه او الوقت المحدد ليا ان انا احقق فيها شروط ما كانتش اتحققت. كنت نفسي في السنه دي احقق الشروط، وان شاء الله القناه تبدا تشتغل و يعني واحقق فيها جزء من الاحلام اللي انا كنت بحلم بيها. بس للاسف ما حققتش الشروط دي. فانا بعدت عن القناه شويه. فطبعا الساعات اللي انا كنت عاملاها في الاول خالص، يعني كنت محققه نسبه ساعات كويسه جدا، وكنت قربت خلاص اخلص الشرط التاني من الشروط اللي هو تحقيق 4000 ساعه. ففعلا يعني انا خسرتهم او خسرت النص بالظبط، بسبب ان انا بعدت عن القناة. فانا عمري ما طلبت منكم ان انتوا تشتركوا او تعملوا لايك او اي حاجة من الحاجات الجميلة دي. انا كنت بسيب الموضوع ده تقديرا ليكم، يعني لو انتوا شايفين القناة تستحق او الفيديو اللي انا بعمله يستحق اللايك او يستحق المشاهدة، فكنت بسيبه لحضراتكم يعني. فبتمنى من حضراتكم لو انتوا شايفين ان القناة كويسة او الفيديو اللي انا بعمله بتستفيدوا منه ولو بالقليل، فبتمنى ان انتوا تدعموني عشان بس يعني احقق جزء من الشروط اللي هم طالبينها مني. وشكرا لحضراتكم جدا، واسفة جدا جدا لو انا الطلب ده بيزعجكم، فبعتذر لحضراتكم جدا. النهارده بقى انا قلت كده ابدا من يومي من الصبح، فبدا من الاول كده شتاء، وبعد كده انتهى بصيف خالص. فكنت بادئه يومي كده حاسه بجو كان صعب شويه. يعني اليوم اللي انا صورت فيه كان كله اتربه وتراب وهوا جامد قوي، الجو كان ساقع. فبصراحه لبست حاجه كده تقيله وعملت لهم الفطار المتين ده. هنا كنت عامله كمان اللي هو الفول بالطماطم والفلفل. وهنا كمان عملت اللي هي الطعميه بالبيض. طبعا انا ما قلتش معاكم الحاجات دي عشان الفيديو ما يطولش. وهنا كمان كان داخل عليا كده دور برد، فعملت شويه كمان فول نابت وليمون وجبنه بطماطم، وكان الفطار طعمه تحفه. بتمنى ان انتوا تكونوا معايا. هنا كمان خلصنا الفطار بقى، وقلت ايه اظبط بقى الدماغ، لان انا محتاجه اعمل شويه حاجات كتيره قوي النهارده. فقلت اعمل فنجان قهوه كده متين. الكل طبعا طلب شاي، وانا قلت اعمل يعني فنجان قهوه محترم كده يظبط الدماغ، وبعد كده نبدا معاكم الفيديو. هنا حطيت معلقتين سكر، وكمان حطيت معلقتين بن. بحبها مظبوط. وبصوا قبل ما بعمل القهوه بقعد ادوب شويه كده كتار في الميه مع البن مع السكر عشان يطلع الوش زي الفل. ودوبتها كويس قوي. بعد كده هحطها على نار هاديه خالص، هديها تقليبه، وقبل ما تيجي تبدا في الغليان بديها تقليبه كمان، وخلاص بيطلع احلى فنجان قهوه بجد محترم. بيبقى طعمه حلو جدا. اعملوه بالطريقه دي هتنفع معاكم قوي. اتفضلوا معايا بجد. كان الفنجان فنجان القهوه محترم جدا، طعمه حلو قوي. كمان هنا يعني مش نزلت السوق، انا نزلت كده كنت هجيب طلبات بسيطه للبيت، فلقيت هنا البطاطا القمر دي. فكمان كنت هعمل شويه محشي وكده، فقالوا لي لا يعني عقبال بقى ما تعملي المحشي والحاجات دي اعملي لنا البطاطا دي. فقلت اغسلها واصبرهم كده لان المحشي عايز وقت يعني وكده. فرحت مسكت البطاطا دي غسلتها كويس جدا ونضفتها. وكمان بحط كده عارفين اللي هو الصينيه اللي بتيجي مع الميكرويف او الفرن، دي بحط فيها ورق زبده، وكمان بحط فيها البطاطا وما بتغرقليش اي حاجه وما بتتحرقش ولا اي حاجه خالص يعني. وكمان الورق الزبده مش غالي قوي يعني. تمام. فهنا بغسل البطاطا كويس قوي، اهم حاجه ان انتوا تغسلوها. بصوا قمر بجد، وطعمها حلو جدا ومسكر. فقلت اشويها لهم كده بقى، وهم ايه يتصبروا بيها ويصبروا بيها لحد ما اعمل لهم المحشي ونبدا ناكل. وهنا كمان كانت البطاطا اتشوت، وكان طعمها حلو قوي. بصوا معسله كده، معسله يا بطاطا، طعمها تحفه. بصراحه كان طعمها حلو قوي مسكر.
هو بصراحه مش عارفه هو ده الموسم بتاعها ولا لا، بس هي مش موجوده كتير في الاسواق يعني. انا لقيتها كده مع ست قمر كده، كانت بتبيع شويه خضره وحاجات، وكان معاها شويه البطاطا دول، فخلاص قلت ايه والله هاخدهم منها واجبر بخاطرها، وهي كمان جبرت بخاطري، لان البطاطا فعلا كانت تستحق ان هي تتاخد، طعمها قمر، طعمها عسل جدا. وهنا خلصت البطاطا كمان، وهبدأ بقى اعمل لهم الغدا. هو ما كانش يعني، كان الموضوع بدري شوية يعني، كان على الساعة 11 الظهر كده. طبعا مع اختلاف الساعة دي فالجو يعني انا مش عارفة، هو المفروض يبقى الساعة 10 فكانت الساعة 11. مش معترفة بالساعة دي خالص، ومش ماشية معايا، ومش مظبطة اموري خالص لحد دلوقتي. مين فيكم لحد دلوقتي ما اعترفش بالساعة؟ الساعة الصيفية ان شاء الله تخلص، وعلى ما اعتقد بيقولوا هتخلص في شهر 10. يا رب بس تخلص، لان فعلا الواحد اصلا ما كانش مظبط وقته في الساعة اللي قبل كده، فالساعة دي جت دمرت كل الساعات كلها. بصوا طعمها حلو جدا، بس كانت سخنة قوي، فمش عارفة امسكها لكم واوريكم قد ايه كانت مستوية ومهرية وطعمها قمر. الف هنا على قلبكم. هنا كمان كان اخر كيس مانجا موجود عندي في الفريزر، لا يا ربي. هنا كان في كيسين، اللي هو الكيس ده، وفي كيس كمان عايزه اعمله مع الايس كريم وكده، فقلت هاخد الكيس ده اعمل لهم عصير افكرهم بكمان بايام رمضان اللي يعني جري بسرعه جدا. هو جه بسرعه وجري بسرعه، وما نعرفش اصلا الايام بتاعته خلصت بسرعه كده ازاي. هنا كمان قلت اعمل الصلصه بتاعه المحشي، فقطعت بصل كتير. على فكره يا بنات، لو عايزين تاكلوا محشي طعمه حلو ومظبوط، كتروا في البصل، يعني المحشي بيحب البصل. فهنا قطعت مثلا 5-6 بصلات، ومعاهم بقى حطيت زيت. طبعا يكون زيت طعمه حلو، زيت عافيه، زيت ذره كده يعني، مهم ايه يكون الزيت طعمه حلو. وكمان حطيت مكعبين زبده بلدي، وسبتهم بقى ايه يتحمروا براحتهم. وعلى العين التانية حطيت ميه مغليه تغلي كده وتظبط الدنيا. فقلت عقبال ما اخلص حاجه تكون الحاجه التانية خلصت، ما استناش لما اخلص حاجه واعمل حاجه. تمام كده. بصوا بقى كنت جايبه كمان الكرومبه دي، بصوا شكلها حلو قوي. الكرومبيه صغنونه كده على قدنا يعني، بس بصراحه قلت ان هي صغيره بقى ويا دوبك هتعمل حله صغيره، بس ما شاء الله يعني عملت حله كويسه. وفوق كل ده كمان شلت منها شويه في الفريزر نطلعهم في اكله تانية مع شويه بتنجال، شويه كوسه وفلفل، يعني هتنفع. وكمان الورق بتاعها كان كله ابيض يعني، وطعمها حلو جدا ومسكر. بصوا كمان لما باجي اسلق الكرنب، ما بحبش احط الكرنبه كلها مره واحده في الحله. بحب احط يعني افصص الورق كله منها، واغسله كويس جدا بالميه، وانزله ورقتين ورقتين كده. وبصوا ما بكملش على سلق الكرنب مثلا اقل من نص دقيقه، يعني نص دقيقه الورقه بس تدبل معايا وبطلعها. تمام. بحب هتاخد التسويه الباقيه مع الرز والمحشي. تمام كده. يعني ما تكملوش نص دقيقه على الورق. بصوا الورق يا دوبك بس تقطم معاكم، يعني ما تكونش مهريه قوي، عشان لما تيجوا تسووها كمان مع الرز ما تحسوش ان هي اتهرت كده وعجنت. بصوا اهم حاجه ان هي تبقى ايه لسه بتكسر معاكم، ما تهرتش بس في كسره كده معاها. وكمان يا بنات يعني حاولوا ما تحطوش الكرنبه كلها مره واحده في حله كبيره، لان اوقات بيبقى الكرنب من جوه فيه يعني بيقول لك ايه الكرنبيه دي منديه، يعني فيها ممكن يكون فيها اي حشره او اي حاجه، لان دي اصلا بتبقى محطوطه في الارض. فتحسبا لاي حاجه يعني ممكن ايه تفصصوها ورقه ورقه وتغسلوها كده وتشطفوها، بعد كده ايه تبداوا تسلقوها. انا بسلقها من غير اي حاجه خالص، يا دوبك بحط في الميه شويه ملح وممكن شويه كمون، بس ما كانش عندي في الوقت ده كمون. تمام كده. هنا كمان خلصت السليق الكرنب، وقلت كمان هنا احط مع صلصه الطماطم ملح، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، كزبره، كمون. ما بحبش احط بهارات كتير في المحشي. وهنا حطيت كمان معلقه هريسه شطه، لو انت عندك هريسه شطه حمرا بتبقى طعمها حلو جدا. خلصتها. ما محشي الكرنب ومحشي البتنجال بحب طعم المحشي نفسه، ما بحبش ازود بهارات كتير. كل ما تزوديش بهارات في المحشي بيطلع معاكي طعمه حلو جدا. التركه في ان المحشي يطلع معاكي طعمه حلو هو البصل الكتير والزيت، عشان الكرنبايه نفسها او المحشي نفسه، صباع المحشي نفسه يطلع بيلمع كده، والرزايه من جوه مفلفله. ان انتي تكتري في الزيت، وتاني حاجه تكتري في البصل وفي الطماطم، تخلي الصلصه بتاعه الطماطم بتاعتك حمرا قوي، يعني الطماطم كتيره ومحمره جامد. هنا كمان انا بعمل زي امهاتنا زمان كده، اللي هم كانوا يمسكوا بقى ايه يقطعوا ورق الكرنب ويجهزوه
فانا عملت الاخضر لوحده والابيض لوحده، الابيض خالص لوحده، المصفر شويه، وخلصت الكميه دي. وكمان كان عندي اللي هو ايه العروق بتاعه الكرنب، باخدها كده وبقطعها وبحطها في الارضيه بتاعه الحله. لو انت عندك الحله مثلا بتلسع المحشي او ما بتستحملش الحراره وكده ممكن تلسع لك المحشي ولا حاجه، انا بحط الايه العروق عروق الكرنب دي في ارضيه الحله من تحت. هنا بصوا كانت الصلصه كده خلاص اتسبكت، فبخليها تتسبك اكتر وتنشف اكتر من الميه بتاعتها. في الكميه بتاعه المحشي دي انا خدت كيلو رز. طبعا انا عامله كيلو رز زياده لان هما بيحبوا قوي الرز لوحده، يعني ياكلوه كده. في ناس يعني بيحبوا ياكلوا مع المحشي الرز ده، بياكلوه كده بعيش ناشف بيبقى طعمه حلو جدا. فبزود كميه الرز عشان اعمل لهم اسوي لهم الرز لوحده. هنا كمان خلصت بقى الحشو بتاع الكرنب، ما قلتش، قلت كمان ما اطولش عليكم، كلنا ما شاء الله زي القمر واشطر مني بكتير في لف الكرنب. بصوا خلصت، بصوا عملت حله كويسه جدا، قضيتنا يومين بصراحه وكان طعمها حلو قوي. اتمنيتكم معايا والف هنا على قلبكم للي هيعملها. بصوا بقى، وهنا كمان بحط المرقه، ولو عندك كمان معلقه صلصه مع الشوربه اللي انت هتحطيها، حطي معلقه الشوربه مع الصلصه ودوبيهم، وحطي معاهم كمان مكعبين زبده بلدي، وحطي على المحشي من فوق، وما تغرقيش المحشي كله شوربه، يعني اديله 3 4 كبشات وبس، وسيبيه هو يستوي مع نفسه، هيطلع مفلفل وطعمه حلو جدا. بصوا شايفين الجمال عامل ازاي بجد والله العظيم. طعمه بصوا صباع بصباعه، يعني مفيش حاجه مهريه ومفيش حاجه نيه، يعني مظبوط بالتمام، طعمه حلو جدا. وهنا كمان سلقت لهم عصرت الكيس المانجا الاخير، كان طعمه حلو قوي. وهنا كمان حطيت لهم الرز اللي هو رز المحشي، هم بيحبوه قوي، بص مفلفل وطعمه والله العظيم طعمه تحفه. كمان حطي معاه بقى شويه شطه لو انتي طبعا ما عندكيش اطفال، هيبقى طعمه حلو جدا. وكنت سلقه في المحشي، هنا كان عندي كيس لحمه كده طلعته من الفريزر، كان يعني اخر كيس لحمه برضو في الفريزر، طلعته سلقته وعملت بيه المحشي وكلنا كده والحمد لله، والدنيا كانت تمام. وطبعا شربنا كوبايه الشاي المتينه. وقلت لهم بقى ايه، انا كده ايه حاسه لا قاعده فاضيه كده مش ورايا اي حاجه، فقلت كمان اقوم. كان عندي كميه اكياس سوبر ماركت واكياس بتاعه السوق وحاجات كتيره قوي كده، كانت عامله ازمه ودوشه. فقلت بقى ايه اقعد كده اظبطها. بصوا انا بطبقها بالطريقه دي وبحطها في العلبه اللي هي على جنب دي، بصراحه تحفه. ولا بتحسي بقى بصوا مجرد كميه الاكياس ما تكتر في المطبخ تحسي في دوشه كتير قوي كده. فلا العلبه دي بتنجزني، وبحطها في يعني ما بين الرخامه والغساله، بتبقى تحت ايدي على طول، بحتاجها في اي حاجه يعني يعني لا الم فيها القمامه اعزكم الله او اي حاجه يعني بحتاجها. بصوا باخد من العلبه دي والدنيا بتبقى تمام. اي علبه بلاستيك ممكن تلمي فيها الاكياس، بتبقى شكلها حلو جدا ومنظمه، وفي نفس الوقت مش عامله لك دوشه كتير قوي في المطبخ. بس كده. كمان كنت مصوره معاكم فيديو المشتريات، فبصوا بحطها فين. انا بحط هنا العلبه دي بتبقى تحت ايديا على طول لو انا عايزه اعمل اي حاجه محتاجه فيها اكياس. هنا كمان بصوا بقى، هنا الجو حرر جامد قوي، فحسيت لا الجو مش مظبوط، ف يعني خلعت الهدوم بقى اللي هي الشتوي ولبست حاجه صيفي. يعني انا في اليوم ده كنت فعلا يعني الدنيا مش مظبوطه معايا. هنا كنت انا مشتريه معاكم حاجات الخزين بتاع الشقه والحاجات دي، فكان عندي كميه مكرونه فخلصتها طبعا في رمضان، فالكيس ده كنت مشترياه معاكم قبل رمضان من المشتريات بتاعه الشهر اللي هو كان اخر فيديو انا عملته معاكم. فكان عندي وكنت لسه ما استخدمتوش، فقلت بقى ايه بدل ما نقعد ناخد منه كده بطريقه عشوائيه يعني وما يتظبطش، فانا جبت الاكياس وبقيت احطه في كل كيس نص كيلو. بصوا بغلفها ولا احسن شركه تغليف. انا كده هفتح شركه تغليف. فجبت الاكياس دي بحطه بالظبط على قد الاكل بتاعنا، يعني احنا مثلا بنحتاج نص كيلو او اكتر او اقل على حسب طبعا. فهنا بظبط، وطبعا بيعمل لي كميه اكياس كويسه جدا، وبتبقى كل حاجه منظمه ومتغلفه ومستحيل يدخل فيها هواء او اي حاجه خالص. بس كل ما اجي اظبط الكيس يروح ايه واقع تاني، فانت مش انت مصر ان انت تمام. فهنا كمان غلفت الحاجات، هو مصر ان هو ما يتربطش، مش عايزه يتربط.
والله العظيم يا بنات وحشتوني جدا. يعني انا والله العظيم يعني بعدت جامد قوي عن القناه، بس كانت حاجه احساس حلو جدا لما يبقى عندي شغل واقوم اجهز نفسي للتصوير واشوف تعليقاتكم الجميله. ف بصوا عمل الكميه دي. هنا خلصت كده، يعني كل الشغل ده كان على الساعه 3 العصر مثلا، اللي هي الساعه المجنونه دي، انا مسميها الساعه المجنونه، اللي هو انا مش عارفه لها اي حاجه خالص. هنا خلصت كمان رصيت كل الحاجات دي، والحمد لله السنه دي ما استهلكتش كميه السكر الكبيره قوي. فهنا رصيت معاكم كل الحاجات دي، وهنا نهايه الفيديو. بتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. بتمنى ان انتوا تدعموني وتساعدوني لحد ما ارجع الساعات اللي ضاعت مني. وبتمنى الفيديو يعجبكم. مع السلامه حبايبي.